بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هعمل معاكم كفتة الفراخ حلوة قوي قوي، يعني طعمها بيبقى جميل جدا جدا. ازاي؟ هقول لكم انا هعملها كيف. طبعا دي صدور فراخ معايا طحنتها في الخلاط اهي، شايفين؟ حلوة قوي، بتطحن بسرعة لأن الفراخ طبعا يعني شايفة عاملة ازاي اهي. دي المقادير، دي طبعا ده 2 صدور فراخ طحنتهم في الخلاط، ومعايا هنا كمان ده بصل مفروم اهو، ومعايا طبعا توابل اللي هو الفلفل الاسود والكمون والبهارات حلوة قوي. ومعايا برضو هنا ده فلفل مخرطة برضو حلو جميل. وطبعا معايا هنا ده البقدونس. يعني بصي انواع الخضره اللي انت بتحبي تعمليها حلوه قوي جميل. يا رب الفكره النهارده تعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه ودعمي، لان قناتي طبعا جديده ومحتاجه دعمكم. طيب انا هعمل كده دلوقتي ايه. طبعا كل المكونات اللي هي عندي دي انا هخلطها مع بعضها. انا ممكن كنت اضربهم مع بعضهم كلهم في الخلاط، بس انا محبتش اعمل كده. ليه؟ لان الخضره لما بضربها في الخلاط ما بي يعني بتغمقي كده ولونها بيسود، فحبيت ان انا اخلطهم طبعا بايدي عادي. طبعا هجيب معاكم طبق كده اهو زي كده، هفضي معاكم الحاجات دي كلها واضربها مع بعضها. طبعا اهي زي كده اهو. فضي هنا ده صدور الفراخ، 2 صدور فراخ اهي، حلوة قوي وبتعمل كمية كمان كبيرة، وكمان غير طعمها حلو جدا جدا. ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم. طبعا هضيف عليها الخضرة بتاعتي اهو كده. خلاص هحط كل حاجة عندي وبعد كده اخلطهم مع بعض. الفلفل اهو ماشي، والبصل اهو طبعا، والتوابل بتاعتي احط على قد ما انا عايزة اهو. طبعا والملح. حلوة قوي اللي هي الكفتة بتاع الفراخ دي طعمها كمان جميل جميل. ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم. طبعا هخلط المكونات دي كلها كده مع بعضها اهي بالمعلقة. طبعا هخلط كويس اهو. هعملها بقى كور، يعني الشكل لما جاء ليها ممكن اعملها كور عادي، ممكن اعملها برضو صوابع زي ما انت تحبي اعمليها اهو. طبعا هعمل معاكم كده بايديا شويه كده اهو، بنخلط كده عشان بس المكونات تتخلط حلو جدا حلو مع بعضها اهي. بدعك كده عشان كله يبقى خليط متجانس اهو. يا رب الفيديو يعجبكم ان شاء الله. لما تجربوها هتعجبكم قوي قوي. اللي هي كفتة الفراخ دي جميلة جدا جدا وطعمها حلو قوي. انا بحبها كده جميلة جميلة، يعني بحس ان هي احسن من كفتة اللحمة بكتير. طبعا اهي خلاص هو كده الخليط اتجانس معاكم. يعني ممكن بقى اعملها زي كده كواير يعني كده. ممكن اعملها كده كور صغيرة، اعملها بايديا كده واعملها كور كده اهو. خليها هنا اهو. طبعا هحطها بقى في دقيق، هدحركها في دقيق واحطها واقليها في الزيت. هوريكم برضو الخطوة دي وانا بقليها برضو اهو اهو. طبعا بخليها كور كده صغيرة عشان تبقى مستوية كويس اهي معايا اهي. ممكن اعملها برضو صوابع زي الكفتة العادية برضو، يعني الشكل اللي انت تحبيه تعمليه بيه اعملي بيه عادي، مفيش اي مشاكل خالص اهو. طبعا هحطه في دقيق وهوريهولكم ان شاء الله اهي. معاكم اهي الخلطة بتاعتي.
دي عليها جلجة عليها جلجة. طبعا يا حبايبي وده الشكل النهائي اهو بعد ما قليتها معاكم. حلوه قوي قوي قوي، ان شاء الله تعجبكم. لو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في الفيديو ودعم قناتي. انا قناتي طبعا زي ما انتم عارفين محتاجه لدعمكم اهي. لو فتحت معاكم واحده كده من جوه اهي طيبه قوي، بتطيب بسرعه، ما بتاخدش معايا اي وقت خالص، وحلوه قوي قوي. ان شاء الله الفيديو يعجبكم اهو. ما تنسوش الاشتراك في القناه ودعمي، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.